السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده ان شاء الله جايبه لكم وصفه حلوه كده. كنت قاعده زهقانه وقلت عايزه اقوم اعمل حاجه حلوه، قمت بسرعه ورحت جايبه المكونات على بعض وطلعت احلى غريبه زي ما انتم شايفين كده. هي غريبه فعلا بس عامله نفسها كوكيز يعني. زي ما انتم شايفين كده عملناها بطريقه سريعه جدا ومكوناتها بسيطه جدا، وان شاء الله موجوده عندك. يلا بينا عشان نقوم نعمل حبه كده حلوين جنب كوبايه شاي، هيبقوا حلوين جدا في الجو اللي احنا فيه ده. وفي بداية كلامنا هنسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي انا بعايره ده سكر بودرة. هبدأ ان انا اعايره بالكوباية الاول، وبعد كده برضو هوزنه قدامكم علشان يكون المعيار بتاعي بالمجات او بالكوبايات يعني، وكمان بالميزان. دول مج ونص من السكر البودر. وبعد كده الدقيق جبت حوالي 500 جرام من الدقيق. بدأت ان انا يعني ازود وانقص كده لحد ما وصل ل 500 جرام بالظبط زي ما انتم شايفين كده. وده السكر البودرة اللي انا عملته دلوقتي بالكوبايات. كان مج ونص، عملوا حوالي 151 جرام من السكر. احفظوا بقى المكونات كويس جدا. تعالوا بقى نحط الزبدة بتاعتنا ونشوف هتاخد زبدة قد ايه. طبعا الغريبة يبقى زبدة بلدي، ما نحطش عليها اي اضافات تانية، بتبقى احلى بالزبدة البلدي جدا جدا جدا. طبعا هبدأ ان انا اعاير بقى كده. طبعا هحط كده كمية حلوة في الطبق بتاعي ده كده لحد ما اوصل للكمية يعني، يعتبر نص كمية الدقيق بس بزيادة حاجة بسيطة جدا. انا وصلت اهو لحوالي، انا عايزة اوصل ل 300 جرام من الزبدة اهو زي ما انتم شايفين، وهشيل اي زوايد. يعني انا كده حطيت نص مقدار الدقيق زبدة وزودت عليه كمان 50 جرام. ده المعيار الحلو جدا للغريبة اللي هتخليها دايبة معاكم كده وناعمة وجميلة يعني. تعالوا بعد كده نبدأ بقى في وصفتنا. نبدأ ان احنا نحط الزبدة على السكر البودر، نضربهم كويس جدا بالمضرب كده زي ما احنا شايفين لحد ما يبقى قوام الزبدة مع السكر قوام كريمي كده، يعني كأننا بنضرب كريمة. اهو هتنيني اضرب شويه حلوين كده يعني حوالي 7 دقايق لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. طبعا الجو حر، وطبعا الزبده على الزبده ساحت مني عشان عماله اضرب فيها، فانا هدخلها التلاجة شويه علشان تتماسك شويه مع بعضها. وبعد ما طلعت وتماسكت شويه تعالوا بقى نجيب مقدار الدقيق اللي عندي. طبعا انا مش هكب مقدار الدقيق كله، لا انا هبدا ان انا والمضرب شغال ابدا ان انا معلقه معلقه كده انزلها على المكونات. يعني معلقه دقيق معلقه معلقه انزلها على المكونات لحد ما الدقيق يخرز معايا زي ما انتم شايفين كده، احس ان هو اندمج مع بعضه كويس جدا. وبعد كده هستعمل ايديا بقى ان انا اخلط المكونات عليها. هبدا انزل كده بالدقيق حبه حبه، وابدا ان انا الم الغريبه بتاعتي. خدوا بالكم ان الغريبه ما بتتعجنش زيها زي البسكوت بالظبط، ما بتتعجنش يعني زي اي معجنات تانية، لا يا دوبك ان الزبده تتلم كده مع الدقيق لحد ما احس ان هي اجي اشكلها ما تتشققش معايا. انا كده لميت اهو الدقيق مع باقي المكونات لحد ما حسيت ان هي خلاص اتشبعت، بس حسيت ان هي بتلزق شويه فحطيت معلقه من الدقيق تاني كده، بحيث ان هي احس انها خلاص يعني ما بقتش بقى تلزق في ايدي واقدر ان انا اشكلها بسهوله جدا. ابدا ان انا المها كده على بعض، وبعد كده نبدا ان احنا نشكلها. طبعا هجرب حته منها علشان اشوف هي فعلا خلاص كده تمام كده، خلاص حلو جدا. لميتها على بعض كده. طبعا اللي فضل من النص كيلو دقيق ال 500 جرام اللي احنا وزناهم معلقتين بالظبط زي ما انتم شايفين. اي صاج عندك مش هندهنه طبعا لان كده كده الغريبه بتاعتي متشبعه بالزبده. هبدا ان انا بقى باي حاجه نزين بيها الغريبه نحطها. كان عندي شوكليت شيبس، بدات ان انا احط في النص كده لكل واحده من الشوكولاته الشيبس زي ما انتم شايفين كده. كان عندي سوداني برضو، بدات ان انا ازينها بالسوداني. لو عندك بندق، عندك لوز، اي نوع مكسرات ينفع معاكي او زبيب ينفع ان انت تحطيه في النص هتحطيه. برضو بدأت ان انا افكر في فكرة تانية كده وانا بشكلها. جبت شوية من الشوكليت شيبس وعليهم معلقة كده من جوز الهند، وقلت برضو الناس اللي بتحب جوز الهند هتبقى حلوة قوي بالنسبة لهم، وكمان شكلها هيبقى حلو وملفت كده للاطفال ان هم ياكلوها لان هي تطلع شبه الكوكيز شوية يعني. فبدأت ان انا اكورها كده واحطها بقى كمان في جوز الهند مع الشوكليت شيبس وهي طلعت بالشكل ده. وهبدأ ان انا ارصها بقى بالشكل ده كده، اشكال حلوة ومختلفة وتلفت انتباه الاطفال ان هم يعني يمدوا ايديهم عليها ويدوقوها. وكده خلاص خلصت العجينة كلها وشكلتها. هبدأ ان انا ادخلها على الفرن علشان يعني دوبك تستوي وتاخد لون بسيط جدا.
وفي الوقت ده طلعناها من الفرن وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي طبعا ما بتحمرش وما بتاخدش لون غامق ولا حاجه، لا يدوبك تاخد لون خفيف جدا من تحت كده، وطالعه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا دايبه خالص ما شاء الله، يعني غير طعمها وريحتها بقى والزبده البلدي، يعني حاجه كده تحفه اللهم بارك. جنب كوبايه شاي هتاكلوها. وده طبعا اللي احنا عملناها بجوز الهند. بصوا شكلها حلو جدا اللهم بارك، يعني الاطفال فعلا هيشوفوها وهيقولوا عليها ان هي كوكيز، وهي يعني هياكلوا منها حلو جدا. دي كانت وصفتنا النهارده للغريبه الدايبه اللي عامله نفسها كوكيز. يا ريت تجربوها وتقولي لي ان شاء الله رايكم فيها، واتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.